وإلا قلت لك نساي عليك الطريقه القديمه اللي كنتي تحضري بها البيتزا واجي نوجدوها بلا عجينه بلا دليك بطريقه جديده وحصريه تتجي خفيفه وفي نفس الوقت معلكه وتتوجد بسرعه، وهذا هو اللي تتقلب عليه اي وحده في رمضان. ايوا اختي، الا مشيتي للسوق تغداي ما عليك الا تجيبي معاك غير الدنجال وجربيها بهذه الطريقه وتفكري. ناخذ الدنجال اللي غسلنا من قبل نقشروه ونحكوه في الحكاكه اولا نطحنوه في الهاشوار ونضيفوا ليه كميه من الماء مع مليحه ونخليوه يرتاح ونصفوه من الماء. وإلا كان عندك اختي شي درعه نعصريه من الماء مزيان حتى تزول منه جميع السوائل اللي تتكون فيه، وبطبيعه الحال غتقلل الكميه ديالو حيت تيحتوي على نسبه عاليه من الماء. ونجيبوا العطريه اللي غادي نسمو بها عجينه ديال الدنجال واللي فيها الملح والابزار ثم غبره البصله بودره البابريكا الربيع 2 بيضات ونمزجو كلشي. نضيفو 2 معالق كبار ديال الفورس وصاشي ديال خميره الحلوه. نسخنوا الفران من الفوق ومن التحت ونجيبوا لاطه نفرشوا ليها ورق الطبخ ندهنوها بالزيت النباتيه ونبداو نشكلوا عجينه البيتزا على شكل دائري. والله البنات الى هاد الطريقه غتهنيكم من العجينه ومن ناحيه اخرى صحيه حيت ما فيهاش كثره الفورس وغادي نستافدوا من الفوائد الصحيه ديال الدنجال. ندخلوها طيب من الفوق والتحت دفعه واحده، وكيف ما تلاحظوا معايا البنات بدات تنفخ حيت دايرين فيها خميره الحلوه. بعد ما نخرجوها من الفران ندهنوها بالصلصه ديال المطيشه واللي كلشي تيعرف يوجدها، ونبداو في التزيين ديالها باللي متوفر عندنا. قطعت الموتزاريلا طريفات حطيتها على وجه البيتزا مع الفلافل ملولين واللي شحرتهم بشويه ديال الزيت، الطون زيتون مقطع وحكيكه ديال الزعتر واللي تيتواتى بشكل كبير مع البيتزا وحتى مع الدنجال. وندخلوها للفران غير الوقت اللي تذوب فيه الموتزاريلا حيت كلشي عندنا طيب. وهذه هي بيتزا الدنجال واللي غتهنيك من ثمرة العجينه العاديه والقديمه، تتجي معلكه وخفيفه. وإلا جربتوها ما غتندموش حيت من اسرع الوصفات اللي ممكن تزيني بها الطبيله الرمضانيه وتبرعي بها وليداتك. وبهكذا نكونوا كملنا فكرتنا اليوم مع البيتزا، ونتلاقاو مع افكار جديده ووصفات رمضانيه تكون سريعه وبطبيعه الحال تكون لذيذه. صيام مقبول ودم مغفور وفطور العافيه للجميع.